صديقي المغامر، لو كنت أصدرت حكم مطلق بعد ما اتفرجت على ماتش امبارح ما بين الأرسنال ومان سيتي بأن فريق أرسنال لا يستطيع المنافسة على لقب البريمير ليج، فأحب أقول لك إنك غلطان 100%. وده ليه؟ تعال أقول لك ليه. أنت لو جيت تابعت إحصائيات الماتش كواحد، حتى لو ما كنتش اتفرجت، لو جيت بصيت على الإحصائيات فهي جميعها تنصب في مصلحة الأرسنال. لو هنيجي للشوط على المرمى او لصناعه الفرص، الشوط على المرمى ارسنال عامل 10 شوطات في مقابل المان سيتي عامل 9. بس هنا الفرق في جوده اللعيبه او في جوده الفيرود او في الجوده والنوعيه اللي بيمتلكها كل فريق عن التاني. لو هنيجي نبص لنسبة الاستحواذ والباصات، ففريق أرسنال عامل مجمل 500 وحاجة باص، إنما في المقابل المان سيتي عامل 303 باص بس. لو هنيجي نبص للاستحواذ، فالارسنال مستحوذ بنسبة 64%، في المقابل السيتي مستحوذ بنسبة 36%.